عم تتلصلصي علي وعلى رجالي يا واطي يا بلا وفا. عرفتي حالك هلا شو عملتي؟ من خلال لقائنا مع الفنان آلان الزغبي عبر منصة لازم تعرف، سألناه عن سبب تكرار أدواره بالشخصيات الشريرة بأغلب أعماله، وهيك كان الجواب. هو فعلا انا اغلب ادواري هي شريره. هو انا كممثل بلعب كل الادوار. هلا بالنسبه لادوار الشر، ادوار الشر فيها مساحات كتير كبيره بالنسبه للممثل وادوات انه يقدر يؤدي فيها هيدا الدور. ودور الشر بيعلق مع المشاهد، يعني المشاهد بيصير ينتظر الشرير شو بده يعمل بعدين بالمسلسل. دور الشر لا يقل أهمية أبدا أبدا عن دور البطل الأساسي، لأنه دور البطل الأساسي هو دور الشرير اللي بيخلي الناس تحب دور البطل الأساسي، يعني بشره بأعماله بتصرفاته بهذا بيخلي الناس تتعاطف مع الممثل اللي هو طيب، اللي هو لذيذ، اللي هو حبوب. وبعدين لا يقل أبدا أهمية هذا الدور عن الأدوار اللي موجودة بكل المسلسلات. وأخيراً سألنا الفنان آلان الزغبي عن الشخصيات اللي بيحلم يأديها ويلعبها بعد مسيرة فنية مهمة وقوية. شوف هلأ كل ممثل مهما وصل لمراحل من الشهرة ومن الأعمال دايما في عنده طموح لقدام، ودايما في عنده شخصيات بتبقى بباله انه هو يمثلها. طبعا في شخصيات تاريخية انا بحب اني انا اكون العبها. هلا هو انا كنت من زمان كنت حابب العب دور طارق بن زياد. طبعا كنت حابب العب دور احد القادة الرومان لاني بصفتي بركب خيل كتير منيح، شكلي شوي روماني، معارك حربية كمان أنا متمكن منها جيدا. كنت بحب إني ألعب هيك أدوار. هلأ مش بس طارق بن زياد، في كتير أدوار أنا بحب إني أنا أعملها، بس ما بدي أجيب سيرتها هلأ. إن شاء الله بتجي الأيام يعني وبتجي الفرصة إني أقدر ألعب أي دور من هذه الأدوار. بالختام كانت إطلالة مميزة وجميلة للفنان آلان الزغبي عبر منصتنا لازم تعرف، وبأسئلة ممكن يكون حدها علامة استفهام من قبل الجمهور قدرنا ناخذ الأجوبة من الفنان اللبناني القدير آلان الزغبي. تابعونا لتعرفوا آخر الأخبار الفنية القادمة.